بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده. يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله، روتين جميل جدا جدا وتشجيعي كده، وان شاء الله بإذن الله هتستفيدي منه. كنت طبعا الصبح كده وعملت كده سندوتش كده افطر بيه. انا عملت هنا جبنه رومي، ودي جبنه كده جبنه كريمي كده طعمها جميل قوي، وقطعت طماطمايه وخيارايه وشويه قهوه كده. طبعا عشان ما اشربهاش على الريق زي ما بقول لكم. بس الروتين بصراحه النهارده جميل جدا، وان شاء الله باذن الله هتستفيدوا. اتفرجوا عليه الاخر كده وهتستفيدوا. بصوا انا هنا حطيت ميه سخنه، يعني ايدك تتحملها كده، وشويه من مسحوق غسالة الاطباق، ومعلقه من اللهلوبه، معلقه صغيره جدا مش كتير. ما عندكيش مسحوق غسالة اطباق عادي، اي مسحوق عادي جدا حطيه يعني. انا الروتين بتاعي النهارده او الفيديو بتاعي النهارده او يعني ايا كان. انا الادراج بتاعه المطبخ كانت مش عجباني. وطبعا انا من كل فتره للتانيه زي ما انتم عارفين انا بعمل كده ضرفتين معاكم، مش عارفه ايه انا. يعني دي طريقه بصراحه للحفاظ على ان المطبخ بتاعنا يبقى دايما نظيف جدا جدا. بصوا يعني يمكن من بعيد الدنيا مش باينه، ان يعني مش شايفين، لكن انا عملت لكم هنا بوايبس ابيض. بصوا الدرج مطلع ايه. فوريتكم كده الدنيا عامله ايه يعني. وبعدين انا بصراحه الموضوع ده عايزاه بقى لي مثلا اسبوع او اكتر كمان، ودايما كان يحصل حاجه كنت اجل يعني. زي ما انتم شايفين كده الميه اللي انا خدتها دي كده بالفوط اللي هي الميكرو فايبر دي بتبقى حلوه قوي قوي في التنظيف. بصراحه انا ببل طبعا الفوطه، وبنضف الدرج بقى من جوه ومن بره ومن فوق ومن تحت ومن كل الجوانب، بخليه كده زي ما انتم شايفين نضيف جدا. انا بس الاول عايزه ارحب طبعا بالمشتركات الجداد، شرفتوني ونورتوني. حبايبي تسلموا على الضغطه بتاعتكم على كلمه اشتراك. ربنا يخليكم يا رب كده ويسعدكم. واتمنى كمان لو في اول مره، يعني اول مره حد يتفرج عليا كده، يدوس على كلمه اشتراك ويشرفني وينورني في القناه. وكمان ممكن تشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم وقرايبكم عشان باذن الله الكل يستفاد. انا هنا خدت الستاند بتاع التوابل، انا ببقى حاطاه في الدرج، فضيته كده زي ما انتم شايفين ونضفته. نضفته كده كويس. نضفته هو كمان من تحت ومن فوق من كل الجوانب بتاعته كده، والبرطمانات كمان نضفتها. بصوا انا يعني لما مثلا برطمان بيفضى خالص بقوم غسلاه، يعني لما بتكون التوابل اللي فيه يعني فضيت بقوم غسلاه. لكن هما هنا كانوا مليانين، وبعدين كده كده انا يعني زي ما بقول لكم ببقى غسلاهم، فاكتفيت ان انا امسحهم. رجعت بقى البرطمانات كده زي ما شفتوا على الستاند بتاعها، ودول حاطه لهم كده منظم برضو بحطهم فيه. ان شاء الله يعني بصوا بقى دي طريقتي في الحفاظ على ان المطبخ يفضل دايما دايما نظيف. انا كل مثلا مش لازم انزل المطبخ كله كله واقعد انضف فيه كله. الطريقة دي طبعا بتبقى متعبة ومرهقة يعني. ومثلا ممكن تعمليها كل فترة يعني، لكن كده انا دايما بتبقى ايدي في المطبخ. ممكن كل اسبوعين كل 3 اسابيع اخد كده جزء من المطبخ وانضفهم، سواء بقى ضرفتين درجين 3 ادراج ايا كان. اخد جزء كده وبنضفه. بالطريقة ديت يبقى المطبخ دايما نضيف معايا، كل ركن في المطبخ
بيبقى نضيف وبيلمع وبيبرق معاكِ وزي الفل يعني بصراحة، وبتبقى طريقة سهلة وسهلة عليكِ وما بتتعبيش. يعني ما بنتعبش فيها أوي زي ما باقول لكم، زي لمّا بنفضّي المطبخ كلّه مرّة واحدة وننضّفه كلّه. طبعًا لمّا بيبقى في مناسبات زي رمضان والكلام ده بننزّل المطبخ كلّه بننضّفه كلّه، ولكن عايزة أقول لِك يعني هيبقى سهل كمان عليكِ، يعني أنتِ في اليوم اللي هتفضّيه كلّه هيبقى سهل كمان عليكِ إن وأنتِ بتنضّفيه كده تنضيفه هيبقى أصلًا سهل كمان. رجّعت الحاجة في الدرج ده كده زي ما شُفتم. ده الدرج طبعًا اللي هو فيه الأطباق اللي باقول لكم بتاعة الغسيل والفاكهة ومش عارفة إيه. بُصّوا سايبة لكم كل حاجة مصورها لكم على الطبيعة يعني. في حاجات ما بتبانش في التصوير، عشان أنا مش عايزة أي واحدة مثلًا تبقى زعلانة ومتضايقة أو تقول أنا مثلًا أنا مهملة في بيتي، لأ طبعًا ما فيش إهمال ولا حاجة. إحنا كلنا بيعدّي علينا أوقات ما بنبقاش قادرين، وفي حاجات إحنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها. فلكن إحنا كمان يعني مثلًا لمّا تشوفي فيديو كده مثلًا في معلومة بتوصل لِك، في حاجة بتعرفيها، بتتشجعي تعملي حاجة. فيا رب كده تكونوا بتستفيدوا. وعايزة أقول لكم يعني ما ترهقيش نفسِك وما تفكّريش إنِّك أنتِ مهملة في بيتِك، لأ، يعني أنا جايبة لكم كل حاجة مصورها لكم على الطبيعة قبل ما أنضّفها علشان تعرفوا يعني شيء طبيعي كلنا والله العظيم، كلنا بيبقى أوقات عندنا حاجات كده بنسهى عنها شوية. ولكن بصراحة برضه المطابخ البيضا واللي هي اللامعة كمان، المطبخ اللامع مش المَطّ، بصراحة بيبقى سهل التنضيف جدًا، وبيبان لِك على طول أول بأول الاتساخات بتاعته. يعني بصراحة على فكرة أنا منضّفة الأدراج دي من قريب كمان. فأنا مش باسيبها كتير ولا حاجة. فعايزة أقول لِك دي ميزة المطابخ البيضا، يعني بصراحة بقى أيًا كان هتروح موضتها، هتيجي موضتها، ولكن دي ميزة فيها، بتبين لِك الاتساخات بتاعتها، فعشان كده دايمًا بتبقى إيدِك فيها يعني. رجّعت بقى هنا درج المعالق كمان، برضه خدت الstand يعني الدرج بتاع المعالق نفسه نضّفته الأول. ورجّعت بقى كل حاجة، إن شاء الله عايزة أجيب والله منظمات أكتر وعايزة حاجات أكتر، بس الحمد لله. يعني الحمد لله هنصبر لحد ما ربنا يكرم. أنا هنا بُصّوا ده طقم توزيع، ده بيبقى اللي هو بتاع السفرة لو إحنا قاعدين بناكل، وفي طقم تاني مثلًا هي المقصوصة اللي على جنب دي اللي أنا باستخدمها في الطبيخ بتاعي مثلًا في المطبخ وكده. ورجّعت بقى الحاجات مكانها. باقول لكم بصراحة الحلة والطاسة اللي أنا جبتهم هم يعني مزنّقين معايا شوية، بس الحمد لله طبعًا يعني إلا في حاجات كتيرة محتاجاها للمطبخ، شوية منظمات بصراحة يعني. والدرج ده كمان عملته اللي هو فيه علب التلاجة وفيه الحلة والطاسة طبعًا. يعني باحطهم في مكان
إن أنا ما فيش حاجة تجرّح فيهم أو تخبّط فيهم يعني. زي ما باقول لكم هُم عاملين الدنيا خالص معايا، بس يعني أنا محتاجة بس شوية منظمات، حاجات بسيطة يعني بصراحة، بس الحمد لله عادي يعني. نصبر ونقضّي نفسنا باللي عندنا والحمد لله يعني. وكل حاجة بأوانها بتيجي يعني. هنا بقى خدت إيه الcorner بتاع الcoffee corner، يعني طبعًا أنا ما عملتش كل الرخام كله أو كل الcorners. أنا خدت بس الcorner ده كده نضّفته. طبعًا طقم الشاي والقهوة برضه، يعني جِبت بقى كده طبق فيه شوية مَيّة ونقطتين صابون وبالفوطة ونضّفتهم كده من برّه، ونضّفت كل العلب دي ومَكَن كمان المَكَن بتاع القهوة. يعني اكتفيت بالcorner ده إن هو ده اللي هيتنضّف وهيتلمّع النهارده، علشان زي ما باقول لكم ما نرهقش نفسنا أو نتعب نفسنا ونلاقي نفسنا تعبانين. أنتِ لو كل أسبوع عملتِ يوم واحد كده للمطبخ، يوم واحد في الأسبوع، تاخدي جزء منه، صدقيني هيبقى مطبخِك دايمًا نضيف وبيلمع وزي الفل، هيبقى نضيف جدًا، كل رُكن فيه يعني كل سنتي فيه هيبقى نضيف، يعني إن إحنا نخصص كده يوم في الأسبوع للمطبخ، ناخد كده جزء فيه، فبإذن الله المطبخ بتاعِك كله هيبقى من فوق ومن تحت نضيف. أنا خدت هنا زي ما باقول لكم الكام جزء دول كده نضفتهم. والرخام كمان نضّفته في الجزء ده. بقية المطبخ أنا أخدته من برّه بس، يعني أنا الضُرَف من برّه لمّعتها كده بالفوطة، بس يعني ما فضّيتوش بقى، يعني بقية الضُرَف ما فضّيتهاش. أنا بصراحة عندي بقى الدولاب بتاع الخزين ده اللي حاسة إن هو إيه، عايز يتنضّف شوية كده، عايزة أبقى أفضّيه إن شاء الله بإذن الله يعني الدور عليه. فكل فترة كده زي ما باقول لكم باعمل حاجة، وخدت كمان الشلال اللي الناحية ده كده قُلت أغسله. أنا طبعًا حابة أسلِّم عليكم، باحب أقول كام اسم أنتم كمان بتبقوا مبسوطين، بس مش بابقى عايزة أضايق حد يعني، بابقى كمان باخاف أنسى اسم حد يعني، بس أنا عايزة أسلِّم على شيماء، حسام، وسلوى، ونجوى، حبايبي يعني دول دايمًا معايا والله حبايبي، ربنا يسعدكم، وأم بسملة. ومين تاني معانا يا جماعة؟ وفي برضه معانا أم حبيبة. وفي حد كمان من السعودية أعتقد، اسمها فاطمة أو حاجة زي كده، معلش لو ناسية الاسم، بس هي حاطة لي علم السعودية. فباشكركم جدًا، جدًا حبايبي على الكومنتات الجميلة اللي أنتم بتكتبوها لي، جزاكم الله كل خير، بجد أنتم بتدعموني جدًا، جدًا بالكومنتات دي. ربنا يسعدكم، ولمّا بتكتبوا لي كمان إن أنا وحشتكم، يا رب كده، يا رب أنتم كمان بتوحشوني جدًا، جدًا. ربنا يسعدكم يا رب، ما تشوفوش وِحِش أبدًا، أبدًا. لمّا حد يقول لِك وحشتيني فيرد يقول لك ما تشوفيش وِحِش، يا رب ما تشوفوش وِحِش أبدًا. باحبكم في الله جدًا، جدًا، ربنا اللي يعلم. زي ما أنتم شايفين بقى هنا أنا دخلت على الرغاوي كده، باحب أنا الصابون أوي والحاجات دي. عملت كده الرخامة كده نضفتها زي ما أنتم شايفين، بالاسبونج بقى، وبعد كده جبت الفوطة بتاعة الرخام كده نضفت كده الصابون، وهارجّع بقى كل حاجة مكانها. آآ بس كده في الكورنر ده. بُصّوا تحسّوه بقى يعني ما شاء الله نوّر، أنتم حاسين كده؟ أنا بصراحة حسّيت كده لمّا خلّصته. مع إنه في الأول تحسّوا ما كانش يعني إن هو متسخ ولا حاجة، بس تحسّوه بصراحة نوّر بعد ما عملنا له التنضيفة الحلوة دي، تحسّوه نوّر كده يعني بصراحة.
بعد كده بقى جبت الشرشوبة وشوية مَيّة واللي هو البريكس اسمه إيه؟ البريكس اللي هو المنظف ده، حطيت شوية كده ونضفت الأرضية كويس جدًا، جدًا. عايزة بس أسلِّم على أماني أنور وعلا حبيبتي بتكتب لي ما شاء الله كومنتات كتيرة، في كمان حد هو الaccount بتاعها اسمه أم عبد الله وهي اسمها إيمان، عشان أنا بالاقي كمان يعني أم عبد الله وإيمان، فبرضه باسلِّم عليها بتكتب لي كومنتات حلوة، بجد يعني تسلموا، تسلموا. باقول لكم أنتم بتدعموني جدًا، جدًا، يعني والله العظيم باحس إن أنا أوقات بابقى مش قادرة أقوم أصوّر، بس باقوم عشانكم، لإلا لمّا بتكتبوا لي إن أنا ما اتأخرش عليكم يمكن ده بيشجعني كده إن أنا أقوم أصوّر وما اتأخرش عليكم. ربنا يا رب يديمكم كده في حياتي ويديمني في حياتكم إن شاء الله بإذن الله، ويا رب تكونوا بتستفيدوا يا رب، يا رب، يا رب. أهم حاجة عندي إن أنتم تكونوا بتستفيدوا أي حاجة، طبخة، تشجيعة، معلومة، أي حاجة. وكمان النهارده هنعمل غدا حلو أوي كده مناسب للصيف كده، حاجة منعشة وخفيفة وسريعة ولطيفة وكل حاجة حلوة يعني. رجعت بقى كده نضفت الأرضية وفرشت السجادة وحطيت الترابيزة كده اللي باحطها دي. يعني انتوا بتبقوا شايفين ان هي مضيقة شوية الدنيا، بس انا بستفيد منها بصراحة. انا يعني عشان ما اعملش كل حاجة وانا واقفة، بقول لكم لو بقطع سلطة لو بنضف خضار فبحب اقعد عليها كده. انا طبعا ما بعملش حاجة بره في الريسبشن ولا في اي مكان في الشقة مادام خاصة بالطبيخ بعملها في المطبخ. بصوا بقى المطبخ ما شاء الله نضف وبقى جميل ازاي، مع ان حاجات بسيطة جدا يعني خطوات بسيطة جدا عملتها. عملناها مع بعض زي ما انتم شفتوا كده خطوات بسيطة، ولكن فرقت في المطبخ كله تماما يعني بصراحة ما شاء الله نور كده ونضف. ونضفت كمان الأجهزة من بره الغسالة والميكرويف والكلام ده، نضفتهم كده من بره يعني بس. زي ما انتم شايفين كده. فبيفرق يعني حاجات بسيطة وهتفرق في المطبخ بصراحة معاكي في نظافة المطبخ، هتلاقي كل ركن فيه يعني بصوا. بعد لكم على الكلمة دي كتير لإلا ده حقيقي، كل ركن هتلاقيه في مطبخك دايما بيلمع لو اتبعتي الموضوع ده. انا هنا لما بيكون في فوط تنظيف او حاجه ببقى غسلاها بحطها هنا، يعني بتبقى جنب الشباك او على الشباك بتنشف بصراحه بسرعه. فهم كانوا نشفوا يعني، دول كنت غسلاهم قبل كده قلت اشيلهم بقى كده. زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى دخلت على الغدا. عايزه اقول لكم الغدا بتاع النهارده حلو جدا، انا حبيت اقوله لكم يعني. حتى ممكن تكونوا بتعرفوا تعملوا ولكن قلت اذكركم يعني بيه. مناسب للصيف يعني، هو حلو قوي مناسب للصيف. انا هنا حطيت البطاطس مقطعاها يعني احجام كبيره شويه، صوابع كبيره كده. وحطيت عليها شويه زيت زي ما انتم شايفين، وحطيت ملح وكمون. وحطيت بصل بودر وتوم بودر وبابريكا. وبقلبهم كويس جدا جدا وبحطها في الفرن. انا هنا عاملاها في الصينيه دي اللي هي بتاعه الفرن. على فكره هي من نوع يعني عادي، مش اللي هي اللي غير لاصقه. بس انا قلت عشان يعني تبقوا انتوا كمان ابقى واثقه معاكم جدا جدا. يعني انا بتضايق جدا لما بشوف مثلا وصفه حد عملها وتكون مش لازقه معايا، واجي اعملها مثلا في اي نوع صينيه او حاجه والاقيها بتلزق، ببقى متضايقه جدا. فانا قلت هوريها لكم يعني هعملها في حاجه مش لاصقه عشان اقول لكم هتلزق ولا مش هتلزق. وهقول لكم هي عملت ايه معايا هتشوفوا في اخر الفيديو. بس اهم حاجه نقلبها كويس كده في التوابل اللي احنا حطيناها، يعني انا قعدت اقلب فيها شويه كتير جدا وبايديا علشان تشرب التوابل اللي احنا حطيناها دي، وبحطها في الفرن. هنا بقى انا هعمل جلاش بالتونه وجلاش بحاجه تانية كمان. هنشوف اللي بالتونه الاول. انا هنا حطيت شويه زيت عادي وشويه زيت زيتون في الطبق كده اللي انتوا شايفينه. وكنت مقطعة بقى فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر، وقطعت خضرة. خدت من كل حاجة شوية كده وعصرت على الكلام ده كله كمان ليمون. وحطيت هنا دي خضرة كزبرة لا بقدونس. وحطيت شوية شبت. الشبت بيبقى حلو قوي مع أي نوع من أنواع الأسماك يعني. حطيت شوية شبت كده زي ما شفتم. طبعا هو علشان بالتونة مش هينفع نحط له الجلاش سمنة، أنا عملته بزيت. حطيت زيت زيتون وزيت عادي علشان ما تبقاش نكهة زيت الزيتون باينة قوي. وعصرت ليمونه كده. انا عصرت ليمون على فكره، وكان ممكن نحط ليمون تاني، بس كمان التونه عايزه اقول لكم تبقى متصفيه. اهم حاجه نبقى مصفيينها. وقلبت كل الكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين طريقه الجلاش معروفه جدا جدا. انا عارفه ان انتوا كمان عارفين كل حاجه، ولكن انا بذكركم زي ما بقول لكم بوصفات اكل. يعني احنا اوقات بنبقى محتارين هنعمل اكل ايه النهارده، خاصه في الصيف ده بصراحه بنبقى محتارين جدا. وولادنا ما بيرضوش ياكلوا اي حاجه. هنا حطيت طبعا نص الجلاش، وبندهن طبعا من كل طبقة وطبقة الزيت. وبعديه كده حطيت الحشوة بتاعتي. وهنا في الاخر بقى خلاص بقفل صينية الجلاش. قلت اقول لكم برضو يعني اوقات الحروف بتاعتها بتبقى طالعة كده، بنجيب سكينة حرفها رفيع وبنحطها من تحت نرفع
صينية يعني كمية الجلاش كده، وباقوم مدخّلة الحرف اللي هو بيبقى آخر ورقة من فوق كده زي ما أنتم شايفين. هتشوفوا أنا هاحط ورقة تانية كمان من الناحية التانية، دي آخر ورقة باحطها مفرودة كده، وبابدأ أرفع الحروف من كل الجوانب علشان أدخّلها، فما يبقاش الحروف بتاعتها طالعة لفوق وتتحروق مثلًا من الشواية أو تبقى ناشفة زيادة عن اللزوم، زي ما أنتم شايفين كده. وجِبت بقى شوية لبن وكوباية لبن وبيضة وشوية بيكنج باودر وفلفل أسود، وبنحطهم على بعض بنقلبهم كويس. أنا طبعًا كنت حاطة الصينية دخّلتها الفرن وباحطها شوية تتشمّع كده، وبعد كده باطلّعها باحط بقى باسقيها بالdressing بتاعها، اللي هو البيض واللبن والكلام ده كله. دي هنا دي الخلطة يعني بتاعة الجلاش التاني بقى، الصينية التانية عملتها بالجبنة القريش والجبنة الرومي ونفس الحاجات برضه، طماطم وفلفل. أنا هنا قطّعت طماطم، يعني زوّدت طماطم ونفس الفلفل برضه الألوان والخضرة، وقلّبت كل الكلام ده كله وهنحشي بيه الجلاش. دي الصينية التانية بقى كنت حاطاها شوية، طلّعتها بقى حطيت عليها اللبن بتاعها، وهادخّلها بقى في الفرن تكمّل السِوَى بتاعها. طبعًا بنحطها على الشبكة كده، لمّا بتحمر من تحت بنشغّل عليها الشواية من فوق. الصوص لمّا بنحطه أو الdressing بتاعها نخلّيها كده إيه، نفوّته عليها كله عشان كله يشرب زي بعضه يعني، كل الجوانب بتاعتها. يعني زيّنيها بقى زي ما تحبي. أنا حطيت شوية سمسم كده وشوية حبة البركة، مش عايزة تحطي خالص ما تحطيش، ما فيش مشكلة. وبارجّعها الفرن تاني بقى بتكمّل السِوَى بتاعها. وطبعًا بصراحة جميل جدًا، الغدا عجبهم جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم دودة عايزة تقول لكم كده كلمتين، هي عايزة تتكلم، نِفْسها إن هي تتكلم في الفيديو، فأنا قُلت لها حاضر هاسيبِك تتكلمي. فهي كانت عايزة تقول لكم حاجة، فاسمعوها بقى هي هتقول لكم إيه يعني. دي هنا برضه تقفيلة تانية، بتحطّي من تحت ورقة الجلاش وتسيبي الحروف يعني تسيبي نُصّها كده لبرّه، وبتسيبيه للآخر خالص، وتقومي تانية عليها الحرف بقى اللي إحنا سايبينه برّه. بعد ما بتخلّصيها كلّها تتنيه لجوّه. بُصّوا هنا بقى البطاطس أنا سِبتها تبرد، لو كنت شِلتها وهي سخنة كانت هتبقى لازقة. بُصّوا هي ماسكة، بس أنا سِبتها تبرد تمامًا وطلعت وما لزقتش ولا حاجة والحمد لله يعني. فأنا برضه قُلت أقول لكم عشان أكون صريحة معاكم. أنا على فكرة عندي الطاسات اللي هي اللي ما بتلزقش، الطاسة اللي أنا شارياها جديدة بتدخل عادي الفرن بالمقبض بتاعها، هي بتدخل عادي الفرن. ولكن ما رضيتش، أنا قُلت هاعملها في الصينية دي عشان أجرّبها معاكم، عشان أكون على ثقة يعني. بُصّوا بقى الجلاش من برّه بيقرمش وجميل إزاي. عملت بقى السلطة وحطيت عليها بنجر وجزر، وكل ما كترنا في الخضار بتاع السلطة ده مفيد لولادنا. وبحط عليها ملح وكمون وشوية خل تفاح وشوية دبس رمان، يعني بتبقى حلوة كده. الدريسنج بتاعها ده بيبقى حلو كده بيخليها حلوة. وبعد كده بقى قلت اطلع قطعة جلاش كده اجربها معاكم. كان بصراحة ما شاء الله جميل جدا جدا. تبدأ بقى ايه، هي المقطع الجاي ده انا هسيبه لها، هي هتكلمكم فيه وبعد كده هقول لكم يعني. حلو قوي قوي قوي. بعمله الاكل ده ويطلع طعمه حلو وخطير قوي قوي. شايفين؟ مش هسيبها لك دي. ماشي، بس بص تديني حته كبيره. الجلاش يعني طبعا هي بتحب يعني قالت لي بصي، قالت لي اديني حته كبيره عشان هي قالت كده. انا ما قلتلهاش اصلا قولي حاجه. فهي كانت عايزة تقول الكلمتين دول فسِبتها تقول يعني براحتها اللي هي عايزة تقوله. وكل أطفالنا وكل ولادنا طبعًا بيبقوا بيحبوا أكل أمهاتهم أكيد. فربنا يديكم الصحة كده ودايمًا واقفين في بيوتكم وتعملوا كل اللي ولادكم نِفسهم فيه يا رب. وده كان روتين النهارده ويوم النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. وأقول لكم مع السلامة، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة بإذن الله، ومع ألف سلامة.